هلا وهلا يا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد من قناتنا، قناة العمة والجنة. اذا اول مرة تشوفون القناة فلا تنسونا باللايك والسبسكرايب وتنورونا بتعليق حلو مثلكم. بداية عطلة سعيدة على كل طلابنا، وان شاء الله قريبا نفرح بنجاحهم وتفوقهم. سولفوا لي انتو رحتوا لأهلكم بالعطلة، لو أهلكم اجوكم، لو شنو، لو انتو بيت الجد اللي يلتمون يمهم العائلة. هنا احنا طبعا بداية العطلة رحنا لبيت خالتي بحي الجهاد، وهنا فقرة اللي أموت عليها تبادل الهدايا بسبب وبدون سبب. فهنا خالتي الصغيرة بلشت تطلع لنا كل وحدة شنو حصتها، وأنا مثل ما شفتوا صورت لكم حصتي. هي أشياء بسيطة بس كلش تفرح. نهاية احنا كل ما نلتم ناس جايبة الناس، ويا رب يديمها علينا ويديم لمتنا بوجودكم ويانا عيوني. حاولت أصور لكم شوية مقتطفات من هذه الأيام اللي قضيناها ببيت خالتي، يمكن يومين، يعني تقريبا يومين. صورت لكم شوية ترتيبات خالتي شنو وسوينا الغداء. وخطية هي ما قصت كلش تعبت ويانا، واحنا ما شاء الله وايد. هذا بيت خالتي، تدرون حبايبي يعني هاي شو اسمه، لا احنا هوسنا والله. نونة وهذه أهم فقرة، فقرة الغداء. سوت سمك مزقوف، وأني طبخت التمن الأحمر وسوب مال كبة طبعا، وملحقتها صورة هيجي على السريع. هاي أما ريام الخفيفة مالتك شايفتها ما ضايقتي، هاي أول مرة أحضر. لا فوق شبيش. لقينا فلافل لبنان بس ما خلنا منها. ما طيبة فلافل لبنان. ما أحبها أبد. الشطة ريام. ايوه. صوريها سليم. جبنا الشطة. شلون شطة شطة. ومثل ما شفتوا بعد فقرة الغداء ووراها يعني أكيد شاي وقعدة وهيجي، وصار وقت وتعشينا. هنا خالتي عندها هذا اللبلابة فقالت لي جذري لي منها بالمي. وهنا حبايب ثاني يوم الصبح تريقنا الحمد لله والشكر. ملاحظين انه انا اصور لكم وقت العشاء والغداء والريوق. المهم بعد الريوق انطلقنا، هنا رحنا للسيدية وصورت لكم الجولة. ان شاء الله تستمتعون ويانا، ومثل ما قلت لكم لا تنسونا باللايك حبايبي انتو. راح اخلي لكم شوية يعني هاي الحركات مال يوتيوبرية، موسيقى وهاي الامور حتى تتونسون وتشوفون الاغراض. احنا رحنا المجمع في السونوس.
كيلة مو تشيلة. لا تشيلة، احنا من زمان نبيها تشيلة. شنو تشيلة؟ تشيلة. لا تسوي. مثل ما شفتوا حبيباتي كملنا من الجولة، رحنا للسيدية ورحنا مجمع فلسونوس ورحنا للجدار، وهنا تعشينا وكملنا. وهنا ثاني يوم تقريبا الصبح صورت لكم على طلب البنات بالانستغرام رادوا يشوفون البيت فخليت لكم مقتطفات. هنا أنا رجعت البيت أهلي وكانت ماما خطية صايمة فسويت لها فطور. هي أساسا متبلة هذه الدجاجة ويا الخضروات شويتها وسويت البرغل، فتابعوا وشوفوا طريقة البرغل اللي دائما يسألوني عليها. ما شفتوا عيوني البصل ويا الفلفل الأخضر البارد طبعا، نوم بصرة كمون فلفل أسود، وحمسنا المعجون، وبعدها تضيفون المي. البرغل مجرد ما ينغسل بدون تنقيع لأنه ما يتحمل، تغسلوه هيك شطفة بسيطة بالمي وتنتظرون هذه الصلصة تغلي وتضيفون عليها البرغل.
رغبة غير صحية للجسم صار العكس. الحمص لا بالخلاط. هنا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوني بالدعم يا حبيباتي، وأتمنى من كل قلبي تكونون استمتعتوا ويانا. كتبوا الخالة تحياتكم وسلامكم بالتعليقات، لأنه حتشوف الفيديو أول وحدة وتقرأ التعليقات.